كثر الحديث في هذه السنوات الأخيرة على حقوق النساء وعلى الاعتراف يعني بمبدأ المساواة بين الجنسين في عدد من الميادين. باغي غير نبه واحد المسألة أساسية، هو أنه ملي تنتحدثوا على هذا الموضوع معناه أنه كاين مشكل. ملي يكثر الحديث على اوضاع النساء او على المساواه معناه كاين مشكل. المشكل هو بحقيقه ان النساء سواء في المغرب او في العالم باسره منذ قرون وقرون عانوا من التهميش، عانوا من الاقصاء، عانوا من التمييز، عانوا من انهم يتوضعوا ما يكونش عندهم الحريه ديال الاختيار ديالهم، الاختيار يعني سواء في الحياه العامه ولكن كذلك حتى في الحياه الخاصه. هاد القضيه هذه كاينه في العالم باسره. طبعا البلدان تختلف والدرجات تتفاوت، ولكن يمكن لنا نقولوا اننا حنا في المغرب هذه الوضعيه هذه ديال التمييز وهذه الوضعيه ديال التهميش وديال الاقصاء خلات المغربيات ينتظموا في جمعيات ومنظمات وسميناها حركه نسائيه عمليا منذ منتصف الثمانينات، باش نهضر غير على هذا الجيل هذا اللي خرج وناضل وترافع ونظم نفسه وسمع صوته وطالب بعدد من المطالب. هذيك المطالب كان الاساسي فيها هو انه وضعت قضيه المراه عمليا في الساحه في الفضاء العام المغربي، وردات قضيه المراه وردات النساء عمليا يعني باينين ظاهرين فيزيبل. وهذا الشيء يعني بالاصرار وبالاستماته وبالصبر ديال الجمعيات النسائيه وديال النساء المغربيات غادي يؤدي في نهايه المطاف الى ان الدوله المغربيه والمؤسسات المغربيه سواء التشريعيه او الحكوميه الى غير ذلك غادي تستجب من عدد من الحقوق اللي يمكن لنا مبدا المساواه امام القانون، خصوصا مثلا على سبيل المثال مدونات الاحوال الشخصيه التي تم اصلاحها والتي تطلبت يعني تقريبا 20 سنه من النضال والترافع والتواجد في الساحه، وتم اعتمادها سنه 2004. كانت في الحقيقه هذه غير الانطلاقه والبدايه ديال العداد من الحقوق اللي غادي يتم الاعتراف بها سواء في الجوانب القانونيه على سبيل المثال قانون الجنسيه، قانون الشغل، يعني اعاده النظر في عدد من الفصول ديال القانون الجنائي، وكذلك القوانين المتعلقه بالرفع من تمثيليه النساء في الحياه السياسيه سواء في البرلمان او في الجماعات الترابيه. ثم اخيرا اعتماد المغرب، هو تقريبا البلد العربي الوحيد اليوم من بلدان المنطقه اللي اعتمد قانون لمناهضه العنف القائم على النوع الاجتماعي سواء في الفضاء الخاص في العلاقات الزوجيه في العلاقات الاسريه او في مكان العمل او في الشارع او في الفضاء العام بشكل عام. طبعا في هذا الاطار هذا كان الانتباه كذلك ان عدد من المجالات اللي كانت فيها اشكالات حقيقيه مطروحه، مجال ديال المساواه في التعليم مثلا، بحيث انه تنعرفوا احنا الى حدود سنه 1994 كان النسبه ديال الاميه مرتفعه في المغرب عموما سواء وسط النساء او الرجال، ولكن كانت بطبيعه الحال مستفحله بشكل كبير عند النساء وخصوصا في العالم القروي. هذا المجال هذا غادي يتصدر والمغرب غيدير فيه مجهود على الاقل تعميم التعني بالنسبه للتعليم الابتدائي، حتى وان كانت الاشكاليه ديال الهدر الدراسي وخصوصا في العالم القروي يعني لا زالت تطرح في الحقيقه مشكله ولا زالت تتطلب مجهودا. الى جانب ذلك يمكن القول انه كان الانتباه كذلك وفيات الامهات اثناء الولاده، بحيث كان المغرب تيسجل حدود سنه 1994 98 كان تيسجل ارقام مهوله 332 حاله في كل 100,000 حاله ناجيه. هذا الجانب هو كذلك وقع فيه مجهود، بحيث اننا اليوم تنسجلوا واحد النسبه ديال تقريبا 80 حاله ضمن 100,000 حاله ناجيه. طبعا هذه مجهودات كلها مكتسبات لا يمكن الا الاقرار بها، ولكن لا يمكن مع ذلك الا التوقف عند مساله اساسيه، وهو ان الطريق لا زال طويلا، اشكاليه المساواه لا زالت الا في بدايتها. ولذلك اعتقد انه اذا كان شي رساله يمكن يوجهها الانسان وهو تيسكن في هذا الموضوع هو انه ما حك جدك مثل ظفرك. ولذلك اعتقد ان جيل الشابات المغربيات اليوم مطالبين بانهم يتصدوا التحديات اللي لا زالت مطروحه اليوم للتنبيه اليها، للترافع من اجلها وللنضال بخصوصها.